بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. دلوقتي احنا هنبص بصة كده على بوست مان. هو ابلكيشن عادي جدا حضرتك بتنزله عندك ويبدأ ان انت تسجل فيه الاكونت بتاعك عشان يحفظ لك كل الكوليكشن اللي انت هتجنريتها. تعال نبص بصة كده سريعة عليه. انت اول حاجة عندك هنا في التابة دي حاجة اسمها الكوليكشن، ودي هنا اللي انت بتحط فيها كل الاند بوينتس اللي انت هتتعامل معاها. على سبيل المثال بيبقى في حاجة اسمها عندك الانفايرومنت اللي انت بتحفظ فيها البورت بتاعك عشان تبدأ تتعامل على طول بشكل دايناميك. فانا عايز افهم الدنيا ماشية ازاي. تعالى واحدة واحدة كده. اول حاجة انا هعمل تابة من هنا او هعمل ريكوست جديد من هنا، وقلنا ان انا عايز اتعامل مع مين. انا عايز اتعامل مثلا مع الريجستر. خلينا نتعامل مع الريجستر في اول مرة. فانا هاخد الاي بي اي ده، هاخد الاند بوينت واخدها كوبي هنا وابدا احطها بالشكل ده. طيب الميثود بتاعتي ايه؟ الميثود بتاعتي بوست، فانا هدوس هنا واختار البوست. لغايه كده انت ناقص لك حاجه واحده. ناقص لك ان انت تحط ايه؟ بالظبط كده، ناقص لك ان انت تحط البورت الاساسيه. فانا هاخدها كوبي هنا وقبل السلاش هحطها بالشكل ده. لو في سلاش تانية من فضلك امسحها. طيب يبقى انا عندي http://localhost: 1337 وابدا احط الاند بوينت بتاعتي بالشكل ده. طيب محتاج ايه هنا؟ انا هنا هعمل ايه؟ هعمل ريجستر. فبديهي انا هدخل اليوزر نيم، هدخل الايميل، هدخل الباسورد. فهعمل اوبجكت كده جيسون فايل، هعمل اوبجكت وابدا اقول ان اليوزر نيم بتاعي بالشكل ده. احط مثلا اي اسم. على سبيل المثال انا اخترت يوسف، كوما. هبدا ان انا ادخل مثلا الايميل بتاعي، ابدا ادخل مثلا اي ايميل. على سبيل المثال الايميل بتاعي ده واخليه مثلا yoturkey11@gmail.com، كوما. هبدا ادخل مثلا الباسورد بتاعي ايا يكن الباسورد ايه. انا خليته باسورد اوله كابيتال وات 1 2 3 بالشكل ده، وهعمل سند. هيبدأ بقى يتشيك من كل الداتا، يجيب لي سكسس 200. انت الداتا بتاعتك صحيحة، تم تسجيل ان في حد اسمه يوسف والايميل بتاعه بالشكل ده والباسورد بتاعه تم تخزينه. طب انا عايز اتشيك من حاجة زي دي، فانا هبص كده عندي في الكونتنت مانجر هيبدأ يبان فانا عندي يوسف والايميل بتاعي بقى بالشكل ده. طيب الاي دي بتاعي ليه 2. هو انت مش فاكر ان احنا كنا عملنا واحد من هنا ومسحناه؟ فهو بيسجل الاي دي او من خلال حاجه اسمها الدوكيومنت اي دي، بيكون بشكل يعني سبيشال بالشكل ده. طيب انا الحمد لله عملت الريجستر بتاعي. عايز اعمل بقى لوجن من خلال بوست مان. جميل قوي يا سيدي، سهل قوي. لو انا رحت هنا عندي في السيتنج ورحت في الرولز، رحت في البابليك، نزلت في اليوزرز بيرميشن، دوست مره هنا على الكول باك مره تانية، هيبدا يظهر لي ايه؟ هيظهر لي الاند بوينت. احنا قلنا الفرق ما بينها وما بين الريجستر هي سلاش ريجستر. فانا هعمل كده نفس الفكره، هاخدها كوبي هناك وهعمل ريكوست جديد واقول هنا ريجستر. منساش ان انا احط البورت بتاعي في البدايه بالشكل ده، وابدا احطه هنا كوبي واختار الميثود بتاعي على سبيل المثال بوست. لو في سلاش هنا زياده من فضلك امسحها. طيب في البادي انت هتدخله ايه؟ هتدخله يوزر نيم او باسورد، او هتدخله ايميل او باسورد. فانا هعمل اوبجكت واقول له انا عندي حاجه اسمها ايدنتيفاير ده ممكن يكون يا ايميل يا يوزر نيم. فانا هحط مثلا اليوزر نيم على طول وابدا اقول له الباسورد بتاعي بقى بالشكل ده، تمام. واقول له سند. المفروض ان هو هنا يقول لي 200 سكسس ويقول لي ان تم التسجيل بنجاح. طب لو حطيت مثلا باسورد غلط بالشكل ده، فالمفروض ان هو يقول لي خلي بالك في غلطة في الايدنتيفاير او في الباسورد بتاعك. تمام. يبقى تاني انا ليه كتبت ايدنتيفاير؟ عشان ده ممكن يكون ايميل او ممكن يكون باسورد. طيب انا صلحت الباسورد وهكتب ايه؟ الجيميل بتاعي بالشكل ده، واقول yoturkey11@gmail.com بالشكل ده، واقول ان هو اشتغل معايا وبقى زي الفل. يبقى انا كده نجحت ان انا اكول الريجستر اند بوينت من السترابي واكول اللوجن اند بوينت من سترابي.